السلام عليكم خوتي خواتاتي داخل الوطن وخارج ارض الوطن. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وعواشركم مبروكه بالصحه والهنا وطول العمر يا ربي. الله يدخل عليكم هذا الشهر شعبان بالخيرات والامنيات والسلام، والله يرحم اخوتنا المسلمين في تركيا وفي سوريا. اليوم غادي جيتكم بواحد الطريقه ديال واحد العصير اللي هو كيعطي واحد الكميه كبيره. رغم ذلك سيدنا رمضان الله يجيبو على خير قريب على الابواب. عصير خفيف بالنسبه للحامض دابا تبارك الله، او الليمون هو اللي رخيص في السوق، وتبقى الله يرزق الصحه والسلامه. غادي نبداو على بركه الله. المقادير عندي هنايا واحد جوج ليمونات اللي هما قطعتهم بهذه الطريقه هذه، وكنزولوا لهم العطومه ديالهم باش ما يجيناش العصير مر. وعندي هنايا واحد جوج تفاحات، وغادي تتابعوا معايا الطريقه، راه كيجي زوين بزاف. كنطحنوه بهذه الطريقه هذه بالقشور ديالو. كنزيد واحد شويه ديال الماء، راه ما كاينش الحليب غير الماء. من بعد ما طحنتو يكون عندنا الصفاي، ضروري كنصفيوه. بهذه الطريقه هذه. نفس الطريقه غادي نستعملوها للتفاح. غادي نعمل معاه السكر، اللي بغى يعمل السكر يعملو، واللي ما بغاش يعملو ما يعملوش. تقريبا هنايا ندي هاد السكر هذا شويه كتشوفوه تحجر لي، تقريبا كاس ما كاملش ديال السكر. وعاوتاني كنديرو نفس الطريقه بالماء. عندي يطرد الماء هنايا. هو نفس الطريقه غنصفي. هو التفاح ماشي بحال الليمون، التفاح اللي بغات تصفيه اللي ما بغاتش ما تصفيش. هو كيتطحن بزاف، ماشي بحال الليمون شويه كيبقى شويه حرش. ايوا تبارك الله كيعطي كميه كبيره. نتوما كتشوفوا جوج تفاحات مع جوج ليمونات كيعطيو واحد الكميه كبيره. دابا غنزيدكم عصير اخر عاود، واللي عندنا هو فريسه ولابوكا والحليب. الفريسه دابا راها موجوده تبارك الله. غادي نبدا على بركه الله. عندي هنايا واحد لابوكا،
عندي هنا واحد 2 معالق ديال السكر. اللي بغى يستعمل السكر يستعملوا، واللي ما بغاش ان لابوكا واخا باسله شويه ان الفريسه حلوه. انا غادي نعمل غير شويه ديال السكر هنايا، 2 مغرفات ديال السكر صافي. وندير الحليب من بعد ما طحنته. هو كيجي خاطر تبارك الله. اللي بغاه بهاد الطريقه هذه معليش، واللي بغات تبغيه خفيف تزيد الحليب او حتى الماء. اللي بغات تزيد الماء تزيد الماء، راه كيجي زوين. غادي نشارك معكم كويس. غنشارك معكم العصير د الليمون والتفاح. انا نعطي لولدي هو يقيس ويرد عليا. يجا مزيون واعر. تبعوا هاد الطريقه اللي وريتكم اليوم، راه عصير بخصوص العصير ديال التفاح والليمون راه كيجي رائع رائع وغيعجبكم وما غاديش تبقاو تستغناو عليه. حتى الطريقه ديال لابوكا والفريسه راه كيجي غزال. نتمنى خواتاتي داخل الوطن وخارج ارض الوطن، اللي ما مشاركش معايا يشارك معايا، يتكى على الجرس الاحمر باش يبقى يوصلكم الجديد. وعواشركم مبروكه. في حلقه اخرى ان شاء الله نتلاقى معكم، وما تنساوش البارطاج واللايكات.